لما بقى لقوا القلب شغال لوحده بالطريقه دي، قال لك احنا عايزين نعرف القلب ده شغال بقى ازاي، وايه الكهرباء اللي ماشيه فيه اللي بتمشي لوحدها ديت وبتحركه لوحدها دي. قال لك ادي مثلا وليكن القلب، هرسمه كبير شويه معلش اهو مثلا يعني. في الخليه بالمناسبه ده الرايت اتريوم، رايت الليفت اتريوم، ليفت رايت فنتركل، ليفت فنتركل، قوسين ايمن قوسين ايسر، بطين ايمن بطين. فين الخليه اللي المفروض بتحرك القلب دي؟ موجوده فين؟ حد عارف؟ رايت الأذين اتريوم. الأيمن. الراي يعني الأكل. موجوده خالص هنا كده اهو، خليه كده ربنا خلقها وسماها او احنا سميناها الاس اي نود. الاس اي نود دي خليه المفروض ان هي اللي بتطلع اشارات عصبيه لخلايا القلب اللي المفروض ان هي سالب من جوه. فلما الخلايا دي اقول لك الاس اي نود طلعت كهرباء للخلايا دي، طلعت كهرباء يعني ايه؟ يعني ارسلت اشارات عصبيه للخلايا اللي كانت سالب دي عشان تحولها لموجب، فيحصل الاول ديبولاريزيشن ويحصل بعد كده ديبولاريزيشن. كونتراكشن، وبعد كده يحصل كونتراكشن للاتريوم مثلا. خلاص. طب الكهرباء بتطلع من الاس اي نود للاتريوم بالطريقه دي كده، بتكهرب كل خلايا الاتريوم كده. فخلايا الاتريوم زي ما قلت لك لو هي كانت سالب هنا بقت موجب ديبولارايزد كونتراكشن. دي الخطوات بتاعتي. بعد ما الكهرباء تخلص او الاس اي نود تخلص الكهرباء هنا ويحصل اتريال ديبولارايزيشن واتريال كونتراكشن، يعني انقباض في الاذينين. بعد كده ايه اللي بيحصل؟ الكهرباء بتروح فين؟ في خليه كده ما بين التو اتريوم والتو فنتريكل، اسمها ايه؟ اسمها الاي في نود. طيب الاي في نود دي لما الكهرباء بتوصل لها من الاتريوم، الاي في نود دي بتروح قافشه الكهرباء كده وماسكه فيها شويه، مش بتنزلها على طول للبطين. طب مش بتنزلها على طول ليه؟ بتمسك فيها كده ليه؟ حد عارف؟ دلوقتي ربنا خلق الاي في نود دي بتمسك الكهرباء كده ليه؟ ليه مش بتنزل من الاس اي نود للاتريوم والفنتركل على بعض؟ قال لك في حاجه واحده. قال لك هو دلوقتي لما الكهرباء تبقى في الاتريوم ايه اللي هيحصل؟ هتقول لي هيحصل كونتراكشن في الاتريوم. يعني لما يحصل كونتراكشن في الاتريوم هيحصل ايه؟ الاتريوم ده لو كنت لو انقبض هيعمل ايه؟ هيعمل كده. فلما يعمل كده راح منزل الدم اللي جواه للفنتركل، ولما الفنتركل يبقى فيه كهرباء ويحصل فيه ديبولاجين وكونتراكشن انقباض، هيعمل ايه في الدم اللي موجود في الفنتركل؟ هيطلعه لبره. وده اللي بيحصل. قال لك دلوقتي طب عايز اقول لك لو الكهرباء حصلت هنا وهنا في وقت واحد والاي في دي ما كانتش موجود، ايه رايك في الكهرباء هتعمل ايه في القلب كله؟ هتكهربه كله، يعني هتعمل ديبولارايزد وكونتراكشن كله. يبقى الدم بص هيعمل كده، هيطلع يخبط في بعضه كده، مش هيبقى فيه تتابع ان ده الاول عشان الدم ينزل كده بعدين ده الثاني عشان الدم يروح بره الجسم كده. لا، لو دول اتكهربوا في نفس الوقت الدم يطلع نازل في بعضه كده، فما ينفعش. فقال لك احنا هنعمل ايه؟ لما الكهرباء تبقى هنا والاتريوم يحصل له كونتراكشن الدم ينزل لتحت. على ما الدم ينزل لتحت وقف لي الكهرباء هنا شويه. لما تطمن ان الدم كله نزل ساعتها الاي في نود تروح سامحه للكهرباء تنزل لتحت عشان يحصل كونتراكشن وتطلع بره الجسم. حلو الكلام ده. بعد كده الكهرباء بتروح فين بعد الاي في نود؟ ادي الاي في نود قلنا هنا. طب الاي في نود دي بقى لما تيجي توصل الكهرباء اللي طلعت من الاس دي عايزه توصلها لتحت، هتوصل للفنتركل ازاي؟ هتوصلها عن طريق سلوك. يعني مش انت بتشوف في الشارع كده بتلاقي فيه كشك كهرباء مطلع الكهرباء موصلها للعمود، العمود ده موصل للعمود التاني عن طريق سلك، السلك ده واصل للبيت موصل له كهرباء منور البيت. نفس الكلام هنا، الكهرباء بتطلع من كشك الكهرباء بتاعنا بتوصل للخلايا اللي هي البيوت عن طريق سلوك. يبقى في سلك كهرباء كده بيطلع من الاي في نود يوصل كهرباء لخلايا الرايت فنتركل او البطين الايمن. سلك تاني كده بيطلع من الاي في نود يوصل كهرباء للخلايا دي. فالكهرباء تمشي في السلك ده وتمشي في السلك ده. فلما تمشي في السلك ده توزع بقى الكهرباء هنا، فكل السالب هنا يبقى موجب، يحصل كونتراكشن وديبولاريزيشن وكل القصه اللي احنا عارفينها. ده بيسموه باندل اوف هيس، العالم اللي اكتشف السلكين دول. بعد ما الكهرباء مشيت في السلكين دول وكهرباء الفنتركل ده كله، الكهرباء بتروح فين؟
هو القلب يا جماعه بالنسبه لنا زي ما احنا شايفينه بس كده، مش في جنب ورا خالص اسمه بوستيريور سايد، يعني القلب اهو انا اسمه اهو دلوقتي. الكهرباء عايزه تروح لورا بقى البوستيريور، تلف من ورا كده، فالسلك ده كمان ايه بيلف لورا كده خلاص وينتهي على كده. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان الاس ال او طلعت كهرباء للاتريوم، عملت اتريال ديبولاريزيشن واتريال كونتراكشن، فالدم اللي فيها اتحرك نزل لتحت. لما الاي في نود كهربت الفنتركل عن طريق السلوك دي، حصل ديبولاريزيشن وكونتراكشن في السلوك دي والدم طلع لبره. اسالك سؤال بقى اللي انت كنت بتساله عن مسامير، بعد كده ايه اللي المفروض يحصل؟ حلو جدا، مش احنا كده خلصنا الدنيا وحصل ريلاكسيشن للفنتركل وريلاكسيشن للاتريوم؟ بعد كده هيحصل ايه؟ بسيطه. بعد كده انا عايز احرك القلب تاني عشان يضخ لي الدم تاني. طب القلب هيتحرك ازاي؟ يبقى الاس نود تروح مطلعه دفعه تانيه من الكهرباء، علشان لما تطلع دفعه تانيه من الكهرباء القلب هيتحرك تاني، فيحصل ضربه تانيه للقلب. يبقى انا دلوقتي الهارت ريت بتاعي، معدل ضربات القلب بتاعي انا اللي هو من 60 ل 100 ده، جاي منين؟ جاي من ان الاس نود طلعت رحله الكهرباء دي 60 ل 100 مره في الدقيقه. يعني كل ما الاس نود دي تتحرك تطلع الكهرباء تمشي في الاتريوم والفنتكل وتنتهي هنا، الرحله دي بتساوي 1 بي، ضربه واحده او حركه واحده للقلب. يبقى لو الهارت ريت بتاعي انا 60 ل 90، يبقى الاس اي نود طلعت كهرباء 60 ل 90 مره، لان الهارت ريت حركه، والحركه متوقفه على الكهرباء. يبقى عرفت الهارت ريت بتاعنا جاي منين؟ جاي من قد ايه الاس نود. لو طلعت 50 مره في الدقيقه يبقى الهارت ريت بتاعي 50، طلعت 100 مره يبقى الهارت ريت بتاعي 100. وصلت ولا لا؟ الناس بقى زمان، انا هجيب لك بقى الاي سي جي من اوله بقى خالص. الناس زمان لما شافوا الرسمه دي اللي انا رسمتها والقلب وبيتكهرب، بالمناسبه سريان الكهرباء من الاس نود للاخر كده بيسموه الكوندكشن سيستم اوف ذا هارت. المهم يعني قال لك احنا عايزين نقيس الكهرباء اللي موجوده في القلب ده. طب انا معلش في الكلمه، يعني واحد طلع سال سؤال، يا جماعه هو انتوا هتستفيدوا ايه لما تصوروا الكهرباء اللي انا رسمتها دي من الاس اي نود للاي في نود للسلكين دول؟ هتستفادوا ايه لما تروحوا مصورين الكهرباء دي كده وطابعينها على ورقه وتشوفوها؟ احنا هنستفيد ايه؟ قال لك معلش، مش انت قلت ان الكهرباء بتؤدي الى حركه؟ اه، يعني لو انا شخصت او شفت الكهرباء هستنتج الايه؟ هستنتج الحركه. يبقى انا لو شفت او عملت رسم قلب للعيان ده وشفته، هستنتج حركه القلب من غير ما افتح صدر العيان واروح بص على القلب من بره كده، صح؟ يبقى الاي سي جي فادنا ازاي؟ لما شفنا رسم كهربة القلب استنتجنا حركة القلب. لو في خلل في رسم القلب وكهربته يبقى في خلل في حركه القلب، اقدر اشخصه. تمام تمام. طب برضو في مشكله دلوقتي، انا اصور الكهرباء اللي جوه جسم العيان ده ازاي؟ يعني زمان لو انت مهندس وعايز تقيس الكهرباء مثلا في بطاريه عربيه، كان بيعمل ايه؟ كان بيجيب جهاز كده، معرفش فاكرينه ولا لا، اسمه جالفانوميتر. جهاز كده عباره عن ارقام 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 ومؤشر، وفي سلك موجب وطالع منه سلك سالب. يبقى الجهاز ده له سلك سالب وسلك موجب. طب لما المهندس ده او الميكانيكي بتاع العربيات ده كان عايز يقيس الكهرباء مثلا في بطاريه عربيه، كان بيعمل ايه؟ كان بيجيب الموجب بتاع الجهاز ده يوصله في الموجب بتاع البطاريه، والسالب في السالب بتاع البطاريه، والجهاز بالمؤشر يقيس له بقى قوه الكهرباء، اتجاه الكهرباء، سرعه الكهرباء، وشكرا على كده. لو انا واحد عايز اقيس الكهرباء في الاوضه بتاعتي دي، اقيس مثلا هل اللمبه دي قوتها ضعيفه ولا قويه ولا بعمل ايه، فبجيب الجهاز ده برضو وبروح فين الفيشه الموجب اللي هنا؟ هنا فاروح جايب السلك الموجب ده موصله في الفيشه الموجب دي. وفين الفيشه السالب؟ هنا فاروح جايب السلك السالب ده موصله في الفيشه السالب دي. ولما اوصل السلك ده بالسلك بهنا الموجب بالموجب والسالب بالسالب، هيقيس الكهرباء هنا اتجاهها رايح منين وجاي فين، سرعتها عامله ازاي، قوتها عامله ازاي، هل اللمبه دي ضعيفه ولا قويه ولا ايه، وخلاص.
طب حلو، بنفس المنطق ده فكروا زمان، قال لك مش الجهاز ده اللي بيقيس الكهرباء؟ اه. طب احنا عايزين نجيبه نوصله على القلب عشان نقيس كهرباء القلب دي. فازاي بقى هيعملوا الكلام ده؟ معلش في الكلمه، الاوضه معروف فين الفيشه السالب بتاعتها والموجب بتاعتها، فين الطرف الموجب هنا والطرف السالب هنا عشان اوصل السلكين دول في كل واحده فيهم. انا انسان ما عنديش حاجه اسمها سالب وموجب كده على جسمي. فقال لك بص، سهله، احنا هنجيب اعتباطا كده يعني، هنروح موصلين السلك السالب بتاع الجهاز ده هنا كده عند الانسان ده، هنا كده يعني ايه، مش القلب هنعتبره ان هو موجود في النص. بقول لك لما وصلت كده يبقى اكن جابوا الطرف السالب بتاع الجهاز راحوا شابكينه في الايد دي هنا كده، في ايده اليمين. وبعد كده قال لك احنا هنجيب السلك الموجب بتاع الجهاز ده نوصله هنا، نوصله هنا يعني فين على الانسان؟ يعني عند رجله الشمال كده. يبقى اعتبر ان القلب ده في النص اهو، خلاص. لو وصلت السلك السالب بتاع الجهاز ده هنا يبقى كأن حطيته في ايده دي. مش انتوا يا جماعه وانتوا بتوصوروا الاي سي جي، بتعملوا اي سي جي، بتوصلوا هنا اسلاك كده اللي هي صحراء وخضرناها ونار وطفيناها والكلام ده؟ او اللي انا بحطه على الانسان ده كده الحته الحقيقيه دي طرف من ده، الكترون. هنعرف الكلام ده بعد كده. المهم يعني سيبك من الكلام ده دلوقتي، خليك معايا. يبقى هم قالوا ايه؟ قالوا احنا هنجيب الجهاز، نجيب الطرف السالب نحطه على دراع الراجل هنا كده، والطرف الموجب نحطه على رجله الشمال من تحت، ونشغل الجهاز ده ونوصله بورقه، والرسمه اللي هتطلع من كهربة القلب يبقى هي دي كهربة القلب، ونبص عليه. جه واحد قال لكم ثانيه واحده، ثانيه واحده عشان الكلام ده ايه؟ ده بتلعبه. يعني ايه بنلعب؟ قال لك معلش في الكلمه، احنا تخصصنا طب مش هندسه. ازاي هتطلب مني انا تخصصي طبي تقول لي اقرا حاجه ليها علاقه بالهندسه؟ يعني يا فرحتي يا اخويا، وصلت لي الجهاز ده كده وطلع لي حاجات شخبطه انا ما فهمهاش، يبقى ازاي استفدت من الجهاز ده؟ ودي المشكله بقى اللي احنا بنقع فيها. احنا فعلا يا جماعه مش مؤهلين كمجال طبي نقرا جهاز بيصور كهرباء طالعه ونازله كده. فمعلش لازم يبقى صعب بالنسبه لنا ان انا اقرا الكلام ده اصلا. فلو انا ما اتعلمتش الجهاز ده القواعد بتاعته شغاله ازاي، استحاله افهم الاي سي جي. ولو اتعلمت الجهاز ده القواعد بتاعته الكتالوج بتاعه شغال ازاي، افهم اي سي جي. ودي النقطه اللي انا بقول لكم دايما عليه. الجهاز ده شغال بثلاث قواعد، لو انا فهمتهم فهمت رسم القلب كله. ايه هم بقى الثلاث قواعد دول؟ ركزوا معايا، سيبك من القلب دلوقتي وركز معايا. لو انا قلت لك انا عايز اقيس الكهرباء في الاوضه دي، فقلت لي ماشي، السلك الموجب ده يا معلم وصله في الفيشه اللي هناك دي لان الفيشه دي موجب، والسلك السالب ده وصله في الفيشه اللي ورايا لان الفيشه اللي ورايا سالب. حلو، جميل. الجهاز ده بيقيس ثلاث حاجات بثلاث قواعد. اول قاعده فيهم بيسموها الاتجاه. يعني ايه الاتجاه؟ ركز معايا. انا عايز اعرف اتجاه الكهرباء في القاعه دي ماشي ازاي، ماشي منين لفين. يعني ايه ماشي منين لفين؟ يعني عايز تتخيل معايا مثلا ان هنا في لمبه واللي فوقها دي لمبه، يعني النور ده لمبه والنور ده لمبه، خلاص، جميل. وفي هنا عند النور ده فيشه سالب انا موصل فيها السلك السالب بتاع الجهاز، والناحيه دي عند اللمبه دي في فيشه موجب انا موصل فيها السلك الموجب بتاع الجهاز. انا عايز اقيس اتجاه الكهرباء عندي في الاوضه دي. يعني ايه اتجاه الكهرباء؟ يعني لما اقيس النور ده كده انه فيهم اللي هيقيد الاول؟ هل دي هتقيد وبعدين الكهرباء تروح في الاتجاه ده فتقيد اللمبه دي، ولا لما ايد اللمبه ايد الزرار كده اللمبه دي اللي تقيد الاول بعدين اتجاه الكهرباء يمشي في السلك كده عشان يقيد اللمبه دي؟ هعمل ايه؟ قال لك بسيطه، الجهاز ده ممكن يعملها لك، يوريها لك ازاي؟ قال لك لو انت مش انت موصل السلك الموجب عند اللمبه دي، اه، وموصل السلك السالب عند اللمبه دي، اه، قال لك لو الجهاز، لو الكهرباء هنا اتجاهها من اللمبه دي رايح للمبه دي، يعني اتجاه الكهرباء في القاعه دي كان رايح ناحيه الفيشه الموجب او السلك الموجب بتاع الجهاز، فالجهاز هيلقط الكهرباء دي ويصورها لفوق. يعني ايه؟
يعني لو الكهرباء هنا ماشيه في الاتجاه ده، يعني رايحه ناحيه الفيشه الموجب والسلك الموجب بتاع الجهاز، السلك الموجب ده هيقول لك استنى، الكهرباء رايحه ناحيتي، رايحه ناحيتي دي انا هترجمها لك بالمنظر ده كده. طيب لو الكهرباء هنا كانت ماشيه كده، ماشيه العكس، يعني ايه؟ يعني اللمبه دي بتقيد بعدين بتوصل الكهرباء للمبه دي، فسريان اتجاه الكهرباء ماشي بالمنظر ده. طب انت موصل السلك الموجب بتاع الجهاز فين؟ هنا، والسلك السالب هنا. الكهرباء هنا ماشيه ازاي؟ هل ماشيه ناحيه الموجب زي الاولاني؟ لا، ده ماشيه كده، يعني ماشيه عكس السلك الموجب بتاع الجهاز. لو الكهرباء اتجاهها بيمشي عكس السلك الموجب بتاع الجهاز، يعني ماشيه كده انا موجب اهو وماشيه عكسي، فهرسمها لتحت. يبقى انا كمهندس لما اشوف المنظر ده اقول لهم يا جماعه هنا الكهرباء ماشيه ناحيه السلك الموجب اللي انتم موصلين السلك الموجب فين؟ هنا. يبقى الكهرباء في الاوضه دي ماشي كده يا جماعه. يبقى انا تواصلت مع الجهاز او الجهاز تواصل معايا باللغه دي. حد مش فاهم يعني ايه كلمه اتجاه والجهاز بيقيسها ازاي وبيترجمها لك بايه؟ الحاجه الثانيه حاجه اسمها القوه. يعني ايه القوه؟ يعني دلوقتي في لمبه ممكن اعيدها كده النور بتاعها يبقى شديد، وفي لمبه ممكن تقيدها النور بتاعها ضعيف. طب لو الجهاز ده بيقيس كهرباء قويه قوي الفولت بتاعها عالي، هيترجمها لي ازاي؟ قال لك لو الجهاز بيقيس كهرباء عاليه فولتها عالي قوي، هتلاقي الويف اللي اترسمت بص طويله قوي كده. طب لو بيقيس كهرباء الفولت فيها قليل، اللمبه قليله، هيروح لاقط اللمبه اللي نورها ضعيف دي وراسمها لك قصيره كده. طبعا. هل في فرق بين القوه والاتجاه؟ طبعا. اكيد اكيد ايوه طبعا. فعلا. اكيد صح. يعني ايه؟ يعني انا قلت لك انا موصل السلك الموجب بتاع الجهاز في الفيشه دي والسالب هنا، والكهرباء ماشيه كده وهي ماشيه قويه. الجهاز يرسم الويف دي ازاي؟ حلو، هيرسمها لفوق وطويله. لفوق ليه؟ لانها كانت رايحه ناحيه الموجب. وطويله ليه؟ لانها كانت قويه. طب بص كده، السلك الموجب هنا والسالب هنا، والكهرباء ماشيه في الاتجاه ده بس وهي ماشيه ضعيف. الجهاز يرسمها هتبقى ازاي؟ لتحت وقصيرة. حلو، هيرسمها كده. يبقى انت هنا شخصت الكهرباء من مجرد ايه؟ شكل. اخر واحده خالص بيسموها سرعه الكهرباء بقى. يعني ايه السرعه؟ يعني انت مجرد في لمبه مثلا، مجرد ما تيجي الزرار كده اللمبه تروح قايده مره واحده. في لمبه ثانيه تيجي الزرار تقعد تقيد وتطفي، تقيد وتطفي، او تقعد فتره على ما تقيد. هنا السلك بتاع الكهرباء اللي وصل الكهرباء يا اما سلك نحاس قوي سريع وصلها بسرعه، او كان سلك قديم بيوصل ببطء. طيب لو الجهاز بيقيس كهرباء مشيت فيه بسرعه، بص كده على المؤشر ده. المؤشر ده هو اللي المفروض بيرسم الويف دي. لو الكهرباء كانت ماشيه سريعه كده، هل المؤشر ده هيلحق يرسم ويف؟ هيلحق يرسم الكهرباء؟ اكيد لا. لا. فالويف اللي لا. هتترسم هتبقى عاملها ازاي؟ بص، ضيقه قوي كده. طب عايز تتخيل ان الكهرباء اللي مشيت ببطء. بص المؤشر ده هيرسم الويف على الورقه ازاي؟ بص هيرسمها كده. فرسم ويف مالها واسعه قوي كده. يبقى كل ما الكهرباء كانت سريعه في مكان، الجهاز يرسمها مالها ضيقه. كل ما الكهرباء كانت بطيئه في المكان هيرسم الكهرباء واسعه. كل ما الكهرباء كانت قويه في المكان هيرسمها طويله. كل ما الكهرباء كانت قصيره او ضعيفه هيرسمها قصيره. كل ما الكهرباء كانت ماشيه ناحيه السلك الموجب بتاع الجهاز هيرسمها لفوق. كل ما الكهرباء كانت ماشيه عكس السلك الموجب بتاع الجهاز يرسمها لتحت. هديكم مثال علشان نشوف فهمتوا ولا لا. ده السلك الموجب هنا اهو بتاع الجهاز، انا موصله هنا، وده السلك السالب بتاع الجهاز موصله هنا عشان اشوف الكهرباء هنا عامله ازاي. الفترة اللي فاتت دي كده نعم، بقول ايه؟ يا سلك دكتور الموجب وسام. السالب. سلك الموجب، الله يخرب بيت الموجب على السالب على الدي سي كله. الموجب اهو وادي السالب اهو. ماشي، السلك الموجب بتاع الجهاز هنا والسلك السالب بتاع الجهاز هنا
وانا وصلتهم انا بايدي، الموجب هنا وصلني هنا عشان اشوف الكهرباء هنا. الكهرباء في القاعه دي كانت ماشيه، بص كده، ماشيه في الاتجاه ده وقويه وسريعه. الجهاز يرسمها ازاي؟ حد يقول لي كده. لفوق ليه؟ لانها كانت ماشيه ناحيه الموج. حلو. طب لفوق طويله ولا قصيره؟ انا قلت لك ان هي ماشيه قويه، يبقى قوية. ماشي. واسعه ولا ضيقه؟ قلت لك سريع، يبقى ضيقه. اهو كده. طب حلو، ناخد مثال تاني. بص، الكهرباء ماشيه في الاتجاه ده قويه وبطيئه، يرسمها ازاي؟ لتحت طويله ولا قصيره؟ طويلة. طويله طويلة. بس واسعه، صح. لتحت ليه؟ لانها كانت ماشيه عكس الموج. ليه؟ طب طويله ليه؟ لانها قويه. بس قوية. واسعه ليه؟ لأن لان قلت سرعتها لك قليلة. ضعيف، لان قلت لأنها لك بطيئة. بطيئه. خلاص. تاني مثال تاني. الكهرباء ماشيه في الاتجاه ده عكس الموجب اهي، ماشيه في الاتجاه ده وضعيفه وسريعه، يرسمها ازاي؟ لتحت وقصيره وضيقه كده. خلاص، شربتوا القواعد دي كويس؟ تمام يا دكتور. تمام. اتمنى. اتمنى. احنا هنا بقى يا اخوانا وصلنا لمرحله ان احنا مش هديك ورقه تقرا الاي سي جي، انا هرسم اللي احنا بنقراه. يعني هقول لك الكيو ار اس دي هي اترسمت كده ليه؟ هي الكيو ار ان احنا دلوقتي اللي هنرسم الكيو ار، مش هنقراها. الفرق فظيع لو فهمتوا اللي انا بقوله. انا مش هقرا اي سي جي يا جماعه، انا هرسم اللي احنا هنقراه دلوقتي، وهنسيب القواعد دي قدامنا عشان تفكرني.